يلا يا حبيبتي ناكل بقى، معلش شطه بقى غصب عني، قاعد من الشغل والله. معلش يا حبيبتي. جرى ايه يا حبيبي مالك؟ يعني هي دي اول مره مريم استحملتك كتير، فيها ايه يعني لما استحملك المره دي؟ معلش يا حبيبتي بقى، كلي بقى وحل ببصل بقى. ماشي يا حبيبي. ايه ده؟ انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا والله. انت مستني حد؟ لا يا حبيبتي، طب قومي شوفي مين بسرعه. ايوه. ده مين اللي جاي دلوقتي ده؟ استر يا رب. هكمل اكل انا بقى، يا رب فك من عندك يا رب. يا نهار اسود، حماية وحماتي. والله العظيم بنت اصول بجد. واحده غيرها كانت قالت لا انا عايزه كنتاكي وعايزه ماكدونالدز وهارت اتاك ووديني عند المنوفي. هي دي فعلا بنات الاصول بجد. هروح اقول لاسلام بسرعه، ده احنا ما فيش لا اكل ولا فلوس. انت بتعمل ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ امك وابوك على الباب. هو ما فيش اكل في البيت ولا معانا فلوس، هنعمل ايه؟ امي وابويا على الباب، اللي جابهم دول؟ مش عارفه. اسود. ده هنعمل انا ايه ما معيش دلوقتي؟ فلوس ولا في اكل في البيت ولا في اي حاجه، واكيد دول جايين من سفر فمحتاجين اكل ومحتاجين شرب. طب بقول لك ايه؟ يا اسود، افتحي لهم انت، ولو سالوا عليا قولوا لهم اسلام نايم جوه وتعالي لي جوه بسرعه. نايم؟ استر يا رب هات العواب سليمه، ايه اللي جابهم دول؟ بسرعه روح بسرعه. روح. هروح افتح لهم بقى. يا رب عدي اليوم ده على خير، احنا معناش فلوس. ازيك يا منى، عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي ازيك يا صحتك حماية؟ يا حبيبتي؟ اهلا يا منى، ازيك يا مرات ابني؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اسكتي احنا النهارده بايتين معاكم، رحنا حجزنا لعمك عند الدكتور وقالوا تعالوا الصبح ان شاء الله. منورين طبعا. اسلام فين؟ الف مليون سلام. اسلام نايم، ما طب اتفضلوا. صحوا لنا، خشي يا انا حاج. نفسي اشوفه، تعالى يا وحشني ابن حبيبي. اتفضلوا. خش يا حاج اقعد. كمان بايتين؟ يا نهار اسود، واسلام هيعمل ايه؟ دخلوا اهو، انا مش عارف انا ايه اللي جابهم دول. يا رب فكها من عندك يا رب. يا حاج. منورين والله. نورتونا. انا هروح اصحي اسلام واجي لكم على طول. بك ده اول ما يشوفنا اسلام هيفرح قوي. طبعا طبعا. يا رب ما يباتوا يا رب، دول قاعدين بره. بعد اذنكم. وحشين، شفت هيموتوا من الفرحه، شفت مقابلينا ضحك. طبعا صلة ربنا يبارك في ابنك والبنت كويسه. صلة الرحم حلوه، ربنا يا اخويا يخليهم لبعض. وربنا ما يحرمهم منا، بنجوا نودهم ويودونا. ربنا يخليهم لبعض. يا سلام. تعالي يا منى، خش. ايه يا منى؟ قلت لهم ان انا نايم ولا ايه؟ قلت لهم ان انت نايم. هم ايه اللي جابهم دول؟ والله العظيم ما معيش فلوس خالص، وبيتنا ما فيهوش حتى ربع كيلو رز حتى على بعض كنا عملناهم. لو انت عرفت ان هم كانوا عند الدكتور ولازم يرجعوا له تاني بكره. والله العظيم يعني بايتين. يا نهار اسود، يعني بايتين؟ بايتين يا للاسف. نهار اسود، طب اعمل ايه دلوقتي طيب؟ يا نهار اسود يا حبيبي يا رب معلش. فكها من عندك يا رب. هتتفك اكيد، هون على نفسك شويه، عارفه ان الموقف صعب. طب وانت عارفه لو هما كانوا ماشيين كنا هنقول ماشي، دول بايتين يعني اكيد عايزين اكل وعايزين شرب وعايزين حاجات. طب هنجيب لهم منين دول طيب؟ ولو احنا ما قدمناش ليهم حاجه هيبقى شكلها وحش قوي. وهنقول لهم ايه حتى لو ما عرفناش نقدم دلوقتي؟ كمان شويه ولا بكره ولا يا رب فكها من عندك والنبي يا رب. يا رب. طب بقول لك ايه؟ نعم. تقول لهم اسلام بره مش موجود ولا ايه؟ يا حبيبي انا قلت لهم اسلام نايم، اخش اقول لهم جيت لقيته مش موجود نزل من غير ما اعرف؟ يا نهار اسود صعب قوي. طب ايه الحل؟ طب وحتى لو قلت لهم ان انت مش موجود انا هقدم ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه يا حاج، شفت مصر جميله ازاي وحلوه؟ بقول لك ما تيجي يا اخويا نقعدوا اسبوع ولا شهر. نقعد، هم نفسهم فرحانين، ده مجيتنا زقط. شفتي مرات ابنك عماله تضحك وشها نور اول ما شافتنا ازاي؟ الله يصلح حالها. صح. لا بنت حلال عندها اصل. ربنا يبارك لكم يا رب في بعض. وانت تحسب لو جينا نمشي هيرضى يسيبونا؟ هيمسكوا فينا نقعد بدل اسبوع شهر. يا رب دي من المعروف يا حاج. احنا بناكل كل مدى مره. يا رب هيديم المعروف. اسكتي بقى ما تقوليش قدامه، اما نشوف هيقول واهي دخلت صحيح تلاقي زمانه جاي دلوقتي. ما تتكلميش بقى قدامه. او ما اتوضى عشان العصر فاتني. ماشي قومي، ربنا يقدرك على الخير. يا سلام، انا فرحان قوي ان انا هقعد هنا كام يوم كده ونلف وادي الحاجه ونشوف الدنيا، من زمان ما بنتفسحش. ايوه، واسلام هيفرح بيا قوي. يا سلام. يا رب يا رب فكها يا رب. بص خد الخاتم دوت. خاتم؟ اهو بيعه وانزل جيب اي حاجه كده، وان شاء الله بعد ما ربنا يبقى يفرجها. لا يا منى امسكي يا حبيبي انت عارفه انا ما بحبش ابيع اي حاجه، انا جايبها لك هديه. هتتستر بعد كده والله. انزل بس بيعه وجيب كام حاجه في البيت ونعدي اليومين دول، ولما ربنا يكرمها ان شاء الله تعوض. بسم الله ما شاء الله، شقه ابني جميله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا ابني، الشقه زي الفل.
ده كويس ان هم ما شافوناش واحنا بناكل شطه، الحمد لله. يا حبيبي احمد ربنا والحمد لله انها جت على قد كده. والله العظيم قله الفلوس دي وحشه بجد، قله الفلوس دي وحشه. ان شاء الله ربنا هيكرمك. لا والنبي لا قول عادل يا عادل. يا منى انت عارفه الخاتم ده انا بحبه وبحبك اشوفك لابساه، بس معلش سامحيني والله، انا لو بايدي حاجه انا مش عارف، انا كنت بصرف ما كنتش بعمل حساب نقطه زي كده. الله الشقه بريحه وجميله ما شاء الله، ربنا يوسع لك يا ابني. اما اقوم انام لي شويه. تنام فين يا عادل؟ اقعد. ادي اسكت يا عادل. في ايه؟ الولد ماله؟ ما بيشتغلش. لا اله الا الله. وعايش هو ورد على الشطه يا عادل. عايش على ايه؟ على الشطه. على الشطه. تصدق فعلا؟ اقول ادي يا ابو الشطه ادي حنك هيولع. العيال يا عادل كانوا بيتحملوها ازاي؟ ظروفهم يا عادل. لا كده لا كده. حيل. طب اسمع اقول لك بقى. قول يا عادل. ده هم يعملوا لنا اكل ويعملوا لنا حاجات. هم معاهم يجيبوا. ابنك حر، ابنك ممكن يتداين، ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يبيع اي حاجه. ربنا يستر عليه. واحنا ما صدقنا فرحنا ان ربنا وسع عليهم الشقه حلوه. حول الله يا رب. انا عندي فكره. قول يا اخويا. اجلي كشف الدكتور مالكش دعوه، وناخد بعضنا ونمشي ونقول لهم في حاجه حصلت. يا عادل انت تعبان يا عادل، هتتعب مني اكتر. اسمعي بس. طب يا عادل لازم الدكتور يا عادل. اصبري خدي القرشان دول احطهم لهم في اي مكان مش عايز حد يشوفك. طب يا عادل اوعي. دكتور مين؟ في اللي اهم من الدكتور. يا عادل قلبك وجعك. الدكتور يتأجل يوم 2 اسبوع، لكن ابني بياكل شطه، ده انا زود شرقان هموت، حرام. اتصرفي بطريقتك وعشان مراته ما تحسش ومش عايز حد يحس، قومي اتصرفي بدماغك الحلوه دي. حاضر يا رب هات العواقب سليمه يا رب. يا رب يا رب ما يعرفوش حاجه. يا حبيبي خلاص بقى حصل خير. انزل بس انت دلوقتي عشان نلحق الكارثه اللي احنا فيها دي. طيب حاضر. وبعد كده اطلع انت بقى قدمي لهم اي حاجه، لو في ليمون عندك ولا اي حاجه او ميه ساقعه حتى. هقدم ميه عشان هم لسه جايين. طيب يا حبيبتي يلا عشان ما انزل انا ابيعه واجيب واجيب اكل جاهز على طول. اطلع اسلم عليهم انا، وانت خش المطبخ اعملي المشروب ده ليهم ولا اي حاجه. حاضر. ماشي يا حبيبتي. ربنا يعديها على خير يا رب. تحطهم فين؟ مش عايزاهم ما يشوفوا. اتصرف انت لسه هتعرف تخلص قبل ما حد يشوفك. الجدعن لقيتها يا عادل، لقيتها المصليه بس كده. بقول لك ايه يا عادل، انا عاجي وازعق لها اقول لها انا عايزه اصلي. روحي بقى، ما تجيش تقعدي جنبي عشان ما يشوفوش ويعرفوا حاجه. لا مش هيعرفوا حاجه. يا منى. ايوه يا حماتي. بقول لك ايه يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. بقول لك ايه، والنبي يا اختي انا اتوديت عايزه مصليه اصلي. حاضر ثانيه واحده هجيبها لك. الله يبارك لي فيك. ماشي يا بنتي. فلوس؟ يا بنت كريم يا رب. هي اسلام. ايه اسلام. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ لقيت فلوس. ماما انت- قالت لي جيبي المصليه، جبت المصليه راح تحت المصليه؟ تصدقي وانا عمال اقول كنت شايل فلوس، يبقى هي الفلوس دي اللي أنا كنت شايلها. ايوه ده انا اللي شايلهم اصلا يا حبيبي. لا انا اللي كنت شايلهم. لا انا اللي شايلهم. انا دخلت دلوقتي صليت ركعتين قلت يا رب افرجها علينا يا رب. يبقى الفلوس دي انا كنت شايلها تحت المصليه. الخاتم اطلع بيه بسرعه. الخاتم؟ ايوه الخاتم بسرعه. استني بسرعه الخاتم ده ولا ايه؟ اهو. ايوه حاجتي ترجع لي تاني. الحمد لله يا رب، الف حمد وشكر لك يا رب، ربنا عالم بالحال. طب بقول لك ايه، انا هطلع اسلم عليهم دلوقتي وانزل اجيب اكل على طول. بسرعه بقى. ماشي؟ قدمت لهم حاجه يشربوها؟ يا حبيبي بس كنت رايحه اقدم، ماما قالت لي جيبي سجاده الصلاه وحصل اللي حصل. طيب انا هطلع اسلم عليهم اقعد معاهم شويه وانزل اجيب اكل على طول. طب يلا بقى بسرعه. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. يلا بقى الحمد لله بسرعه. حطيت الفلوس كويس؟ ايوه يا اخويا. اوعى يكون حد شافك. لا عيب. مش عايزين. السلام عليكم. السلام حبيبي يا حاج، عامل ايه يابا؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه يابا؟ بس بس يابا بس. اخبارك ايه يابا؟ يا اسلام. وانتوا كمان والله معلش والله كنت مطبق طول الليل ونمت بقى لسه منا مصحيانا. عاملين ايه؟ الحمد لله على سلامتكم. كويسين. انت عامل ايه يا حبيبي؟ والله تمام الحمد لله يا حاج. انتوا عاملين ايه؟ عامله ايه يا ام؟ الحمد لله يا اخويا، ده ما احنا شفناك بخير. الله يخليكم. والجماعه عاملين ايه؟ كله تمام؟ والله كله تمام. انتوا لازم تجيبوا لنا سفن واناناس، الحاجه الساعه دي حاجه بسيطه يا ابني. دي حاجه بسيطه يا حاج. يا سلام، ربنا يوسع عليكم. الله يخليك يا حاج. وانتوا عاملين ايه؟ كله تمام؟ ايه الجايه المفاجاه دي؟ هنعمل ايه؟ كنا حاجزين عند الدكتور وقلنا نجي نشوفكم
ونسلم عليكم ونطمئن ونمشي. ده انتوا تنوروا الدنيا وايه؟ ونمشي. تمشوا في ايه؟ هو انتوا بتقولي كل يوم؟ مفيش منه الكلام ده، انتوا قاعدين معايا بتاع اسبوع ولا شهر. معلش يا ابني، انا عارف انك انت مش هتسيبنا. انا كنت جاي اقعد، بس معلش حصل لنا ظروف، وانت عارف ظروف ايه دي؟ هقول لك يا اخويا ظروف ايه؟ ايه؟ عمك ابراهيم وعمك محمود والسلايف ماسكين في بعض. ايه ده ليه كده؟ انت عارف ان مش عايزك تقولي له. مش قصدي. حول الله يا رب، معلش مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه، احنا لنا دعوه بيكم دلوقتي. ما انا هقول لك هم عايزين ابوك ليه؟ المهم بس اسمع، ابوك الكبير هو اللي هيقعد في القعده. لا هنزل اجيب اكل وعشان نتغدى مع بعضينا ونقضي اليوم مع بعضينا. يا ابني البيت احنا مش غربة عنه يابا. في ايه يابا؟ ده انتوا جايين من سفر. حبيبي ده انا شفتك شبعت. حبيبي يا حاج، انت الحمد لله على سلامتك. حبيبه قلبي. الله يخليك. خشي مراتك اعملي اكل، جهزي اكل وانا هنزل اجيب حاجات. يا ابني مالكش لازم. ما ينفعش يابا والله. هنزل اجيب لازم اكل واجي من تحت وانت خشي جهزي. يلا ماشي يا ابني، زي ما انتوا خدوا راحتكم. يا حمايه وحماتي ما ينفعش، انا حاطه الطريق استراحه شويه كله. يا بنتي ده مقابلكم لنا في الدنيا كلها. حبيبي دخلكوا علينا هي الدنيا كلها. الله يخليك. بلاش يا بنتي، ارن عليه قولوا له بلاش عبال ما نشرب ده. احنا كفايه نشرب ده ونمشي عشان نلحقوا الطريق. كل اللي هم حاطين على الاقل عشان الاسلام ما يزعلش. يا بنتي عشان المشاكل. معلش مفيش مشاكل، عشان نلحقوا الطريق بس. والله العظيم معلش. خلاص اشربي بقى، هنعمل ايه يا وليه كده؟ يجري ويجيب اكل والقرشين اللي خدهم هيصرفهم. طب وايه يعني يا حاج؟ ما انت قاعد جنبي تحط غيرهم. شوفي الوليه، انت دايما حاطه بوزك في كل حاجه. ما انا مشيت الامور اهو. ما انا يا اخويا انت معاك على قلبك قد كده، ابني اولى. طب واحنا ماشيين سيبيني بس انا اتصرف، ما تتدخليش انت في حاجه ما تخربهاش. عينيا حاضر. برضه مهما كان ابني انا مش هيهون عليا، بس ربنا يخليك لنا يا عادل وتقف معاهم. الولد والبت ده غلابه ما بيطلعلهمش صوت. يا سلام عليكي، ساعه تبقى حنينه كده. ساعه تروح وساعه تيجي يا عادل. ربنا يشفيكي. انا عيان من قليل كمان، وليكي نفسي تضحكي. امال عماله تقولي الواد ابنك بياكل شطه وعايش قلبه مولع نار، وانت قاعده عيب على سنك، عيب الضحك ده، عيب. ويسمع كنت بتضحكي يقول ايه؟ كلين ما تقومي تضربيني قلمين احسن. ولا قلمين ولا كراستين، الحمد لله اطمنت على ابني. طيب يا اختي قومي نمشي قبل ما يصرفهم. يلا يا وليه احنا هنقعد، لا يلا خلينا نمشي بسرعه. بقول لك ايه، اما ناكل لقمه مع ابننا نبقى نروحوا من هنا. اهو انت عملت زي المثل الفلاحي، يبيع الجمل وينقي قراده. بعتي خلاص، مش خده، نقعد لما يجيب لنا اكل بيه. عيب يا راجل، الولا يجي يقول علينا ايه؟ لازم انت تغرميني تاني، ما انا مش هقدر يصرفهم، مش هقدر امشي لما اديله غيره. ربنا يكرمك يا عادل، روح يا رب ويوسعها عليك. نشوف موضوع الشقة دي عليهم 5000 جنيه. أنا أعمل محضر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا حضرتك يا أستاذ إسلام فرجاني؟ طب حضرتك أنت عليك 5000 جنيه. إيه؟ 8 شهور ما بتدفعش كهرباء. عليك 5000 جنيه كهرباء. 5000 جنيه 8 شهور؟ 8 شهور ما بتدفعش. يا أستاذ أنا هجيب منين 5000 دي؟ طب وأنا أعمل إيه؟ ده ذنبي أنا؟ طب بقول لك إيه، بص، والله العظيم انا ابويا جوه وامي لسه جايين من السفر وانا ما معيش فلوس. حتى ده انا مستلف الفلوس خاطر انزل اجيب لهم اكل، فمعلش اسبوع كده ولا حاجه وعدي عليا. اسبوع؟ والله العظيم ما معايا فلوس، والله العظيم. بص يا استاذ ما ينفعش اسيبك اسبوع، انا يعني اخر الميعاد بكره. طب بص، عدى عليا بكره يكون هم مشوا ونعرف نتصرف. طيب بكره عدى عليك، ما يحصلش مشكله هم موجودين. بكره عدى عليك، لو ما خدتش 5000 انا هعمل محضر. ماشي. اسم حضرتك ايه؟ اسلام الخضراوي. اسلام الخضراوي؟ على اسم يعني 10 اسامي يا استاذ اسلام. معلش يا استاذ اسلام، والله العظيم انا في ظرف يعني يعلم بيه ربنا والله. ماشي، بس ما تحاول ما تاخرش بس لحد بكره. حاضر يا استاذ اسلام، حاضر ماشي شكرا جدا. اتفضل. حول الله يا رب، هي لما بتطبل 5000 جنيه 8 شهور. استر يا رب، هات العاب سليمه يا رب. اجيب منين انا 5000 جنيه؟ يا بسم الله. يا حاجه اخرت عليكم معلش. برضه نفذت اللي في دماغك؟ نفذت اللي في دماغي ده حاجات بسيطه والله. اخش اللي منا على طول. ده انا اكيد خلصت بقيه الحاجه. انا لا تزعل، كنت همشي عشان اتصلوا عليا في البلد قلبين الدنيا. هتمشي فين؟ الدنيا تولع لو غبت. اصبر بس، داخل اللي منا وجاي على طول. معلش خد بس. جاي يا ابني خد
قومي يا حاجه. انت هتقعد اما ده انت طفل صحاء. هو راح خلاص يشوف يا راجل، ما أنا مراته. قمت أهو. اصبري بقى، اول ما اجي يقولوا له الدنيا ولا علاء سيب الحاج يمشي. كويس الحمد لله، دي كده قربت تستوي. ايه منه؟ يا سلام. خد يلا، انا جبت الحاجات اهو، يلا عشان ده ابويا وامي عايزين يمشوا. طب يلا بسرعه هحضر اهو. يلا بس بقول لك ايه، تعالي بس نقعدهم وبعدين نرجع تاني. تعالي يلا بينا. تعالي. يا اسلام. ايوه يابا. اقعدوا انتوا واقفين كده ليه؟ يا ابني إيه ده؟ هنستأذن اقعد. بقى. والله العظيم الاكل خلاص. لا يا ابني مش ستة عمليه خلاص يا اكل. بنت. والله يا حبيبي خلاص خلص. اقعدوا بس اقعدوا. معلش يا ابني قولي له يا حاجه. بقول له مشاكل في البلد وعايزين ابوه. يا ابني مشاكل ايه ياما؟ في ايه يا ياما؟ ابني الدنيا مقلوبه عليا. هو انتوا يا كل جماعه يوم مش بتجيلنا؟ انتوا قلتوا رايحين عند الدكتور بكره لازم تروحوا له بكره؟ لا يا اخويا المشاكل اللي في البلد اتصلوا علينا المشاكل البلد ابدا. أهم. يعني ايه المشاكل ابدا وصحتك يابا؟ حبيبي الايام جايه وجاي لك. ابوك الكبير عشان كده هو اللي هيحل له المشكله. ايوه طب ماشي يكشف بكره ونطمن عليه وبعد كده يروح لعمام. الدنيا ما طارتش، رن عليهم هما وقول مش لهم عارفين ان في نكشف دكتور بكرة. اصلا. يا ابني وهاجيلكوا. مش هينفع يا ابني. قولي لامي حاجه يا منى. في يا ايه؟ امي مش عارفين ان في دكتور. ياما الدكتور اولى ياما اللي انت بتقوليه ده ياما. اقعد يابا بس. حتى نروح نحل المشاكل في البلد وناجي. ما جاتش أوه، من على يابا فكره بالله من عليك سواد اقعد. الليل. بالله عليك تقعد. هناكل اللقمه ونقضي اليوم وبكره اكشف واطمن واوصلك ايه لحد يلا علشان اسلام ياكل لقمه. يلا بقى احنا ما كناش والله ما كنا. ازاي مش هينفع يا ابني؟ يوه يابا اقعد بس بالله عليك. ليه مش هينفع؟ من الاخر يا ابني. من الاخر ايه في ايه؟ من الاخر يا ابني مش هينفع. ايوه قول لي بقى، قول لي كده. مخبيين في إيه؟ علينا سر. انت جيت قلت انا هنكشف بكره وهنقعد معاكم وفجاه تقول انا هنمشي وعمامك في ايه؟ بصراحه يا ابني انت صعبان عليا انت ومراتك. صعبان عليك يا ابني ليه يابا في ايه؟ ربنا موجود وابوك موجود ويا ابني تاكلوا شطه. ده انا يا ابني علامه الشطه راقده على شطة الترابيزه إيه بس؟ كلكه ولسعتني. امك بصراحه ما تقصدش، كانت رايحه تتوضى تصلي سمعوكم وانتوا بتاكلوا شطه ومكسوفين ورايح تبيع الخاتم. يابا يا ابني انا زعلان عليك قوي يا ابني. ولما قاعد من الشغل ما قلتليش لا يا ابني او جيت لي. خير ربنا كتير وكله من فضل الله، مش هديك حاجه من عندي. ربنا يزيدك يابا والله ما تقولش حاجه يا ابني، وانا لو محتاج انت مش هتيجي تديني. وانت يا منى برضه يا بنتي. ده ابوكي. اكيد والله بس كل البيوت هو ابني وانت بنتي. ما لا يا كانش بنتي مخلي ما البيت محتاج ينفعش. حاجه والله. لا يا بنتي. يابا معلش يابا والله العظيم يعني انا غصب عني يعني انت عارف انا عندي عزه نفس شويه وما بحبش اقول لحد اديني. تبيع خاتم مراتك يا ابني عشان تجيب لي لقمه كلها. ده فدايح اللقمه دي حماية. عفانه اخر حاجه يا ابني. يابا فده والله هو اللي العظيم. جايبه. انا كان معايا فلوس وصرفت وماله يا وما ابني. كنتش يعني اعمل حساب نقطه وماله يا زي ابني. كده وقعدت من الشغل بقالي فتره بصراحه يا ابني القرشين اللي كانوا في المصليه حطيتهم انتوا رحتوا صرفتهم فمش هينفع يا ابني. يعني انتوا كنتوا حاطين فلوس. ايوه يا ابني امك اللي قلت لي حطتهم جيب لما المصلية. لقوكم بتاكلوا شطه. فبص يا ابني احنا ما جبناش حاجه معانا، ما تكسفنيش يا ابني. خلي الكام الف دول معاك اصرفهم. امسك يا ابني مثلا. وبعدين يا ابني انا مش بديك حاجه من ده انت ابني. يا ده اسلام انا اديك عينيا يا ابني. مهما ده كان ده انت لو باباك. طلبت كليتين خدهم يا ابني. يا ابني ما تعملش كده. يابا الحوجه مره يابا والله امسك- العظيم وانا يعني امسك انت بنتي. هاتوا اي حاجه ولو عوزت حاجه اتصل عليا يا ابني. طب يلا بينا. يا ابني الناس لبعضيها، ده احنا غرب بنقف مع بعض يا بالي انت اكيد ابني. يا حاج بس انت عارف ابنك من زمان ما بحبش اقول لحد اديني. يا ابني الحوجه مره يا ابني انا مش حد، حد. ده انا ابوك يا ابني. تتخيل يابا احنا بقالنا 25 يوم حول الله يا رب. بناكل في الشطه. لا اله الا الله يا ابني. وما تقوليش ما تقطعش قلبك اكتر من كده. يعني لو امك سمعت ما كنتش برضه هتقول. لدرجه تحس ان انا جالي املاح من كتر اكل الشطه وحموده طول الليل. خلاص يا ابني بقى، خلاص بس خلاص. رحمة ربنا بس يا واسعة اسلام ما تعيطش وربنا بالله يرزقك عليك. ويوسع عليك. اوعى تقلق، ده امتحان من الله. اقعد يا حاجة دقيق، اقعد يا حاجة، اقعد نهديه. يا ابني ده امتحان من الله، واصبر ما صبرك الا بالله وما ضيقت الا لما وسعت. فده امتحان من ربنا. احمد ربنا كل ما تاكل شطه والشطه تلسعك وتحمي على قلبك. قول الحمد لله يا رب. ومن حمد الكريم زاده. الحمد لله. ودايما نرضى بالقضاء والقدر ونرضى باللي ربنا قسموه لنا. انا راضي ما يابا دام والله بتاكل بس. بالحلال بملح بشطه ببصله كله من عند الله. انا راضي يابا وكل حاجه يعني انا ما كنتش حابب حد يعرف ولا حد يعني يا ابني انا مش حد، لا ده ابوك يا ولد. احنا ستر وغطى على بعضينا. وكويس ان معاك بنت حلال، بنت اصول من معدن طيب نظيف.
عايشه معاك على الحلوه والمره. هي دي الست العظيمه، هي دي الست اللي الواحد يفتخر بيها. ها، مش الستات المايصه اللي يوم تقول لها كان ولا ماني تقول لك وانا عايش اكل بملح والله وتسيب لك البيت وتمشي. ربنا يبارك لك. لا يا ابني، واحده غيرها كانت قالت لي اللي شالتك في دقيقتك ربنا يبارك لها وربنا يوسع عليها ويكرمها. واوعى تنساها، واوعى في يوم تعمل فيك حاجه وحشه تنسى لها الحلو اللي عملته. ايه يابا، هي لو واحده غيرها كانت سكتت، لو واحده غيرها كانت قالت لي انا عايز اكل عند كنتاكي ولا عايز اكل عند زاكس ولا عايز اكل عند ماكدونالدز ولا هارت اتاك، ايوه تقول لك لا انا اروح لابويا اما تقدر عش بقى، تعالى خدني اما تقدر توكلني. يا حبيبي ما فيش احلى من انك تاكل شطه وتحلي بالبصلايه، ده ايام احنا هنفتكرها ونضحك عليها. يا بنتي اللي مطمني في الموضوع واللي بسطني انك بنت حلال، معدنك نظيف وطيب. الله يخليك يا حماية يا ريت كل الناس زيك كده. يلا بينا يا حاج. خلاص يا حاجه نمشي لما نكبر خاطر ابني بكلمتين، ما هو خلاص السر اتكشف وبان يا حاجه بقى خلاص. وحشه بجد والله العظيم، قله الفلوس وحشه بجد. انت يا ابني اللي تعوزه الواحد كان بيصرف ما كانش اصرف بيعمل يا حساب ابني. النقطه دي. اصرف يا ابني، وكل ده اللي انا بعمله لمين وبحافظ على مين؟ ليك. اصرف يا ابني على عيني وانا عايش، حتى ابقى حاسس ان انا ما قصرتش لا في تربيتك ولا في حقك. اصرف يا ابني، وبعد كده ربنا هيبعد غيره. بالله عليك يابا، أأمنك أمانة، قول يا ابني. ما تقولش لحد من اخواتي على أي حاجة يا ابني ازاي؟ بالله عليك يابا يا ابني ما نقولش، مش هنقول. وبعد كده ده انت ابني يا ما حبيبي، كنتش الأب سطر وغطى والأم عليك سطر يا ابني. وغطى. بداه ما ينفعش يا ابني ان انا اقول لهم ابني سايبه جعان، ابني كان عايش. لا، ده انا ممكن اقول لهم ابني اعظم انسان، ابني ربنا موسع عليه وغنيه، ابني ربنا عطيله، وفعلا ربنا عطيك. عارف اجمل هديه وتعرف ان ربنا راضي عنك؟ ان عطيك ست صالحه، ست جميله، عايزك تبقى جوه قلبك. اوعى في يوم تزعلها، اوعى في يوم تغمض عينك في وشها، حتى لو زعلتك اطلع اتمشى يا ابني وادعي ربنا كده. ما اقدرش يا حماية، اوعى تفرط فيها في يوم من الايام. نادرة يا ابني في الزمن اللي احنا فيه ده تلاقي ست عظيمه زي دي. هو ده الكنز اللي ربنا عطالك، حافظ عليه وربنا يديمه، وربنا يرزقك من حلال ومن باب واسع. وخد بالك من نفسك ومن مراتك. قوم يا يلا يا ابني، سلام عليكم. يلا بينا. على مالك يا أمي. على مهلك، على مهلك. سلام يا حبيبي. سلام يا خد بالك من نفسك. يا ولد لو عاوز حاجات مرتك تعالى اقعد يومين. حاضر يا أمي. تعالى انت بقى اقعد شهر شهرين. حاضر يا حاج. اوعى كده. مش انت في اجازه الايام دي؟ تعالى قضيها عندنا. يلا يا حاج. بإذن الله ربنا ييسرها وهاجي. تسلم رجليكوا يا حاج. الواد ده لو زعلك اتصل عليا وانا اجي اقطش لك ودانه الاتنين. بصراحة ما فيش احسن من الواد ده. اوعى. انا الرضا اكتر. وان احتجتي حاجه بيتي وقلبي ودنيتي كلها مفتوحه لك، لان انت تستاهلي الدنيا وما عليها، لانك عظيمه. وعلى فكره اللي ساعدني دلوقتي وبسطني ان انت شفتك قدام عينيا، مش بتجاملي، اتحملتي الايام الحلوه على الوحشه، ودي الشيل دي والله يبارك لك. وزي ما سعدت قلب ابني وطولت رقبته، ربنا يسعد قلبك ويفرحك ويديكي ويرضيكي على قد نيتك الطيبه دي. الله يخليك يا رب يا عم واسلام. عمر في الزمن ده ما حد بيقلع من ايده ويبيع لغيره، لكن انت اثبتت كل حاجه عظيمه. عشان هو كويس ربنا اداله حد ده اللي هيطمن قلبي. يلا سلام عليكم يا اولاد. ادي نشوفكم بقى. عايز كده ان شاء الله جاي وشايل حفيدي كده. ربنا يديك ويرضيك يا ابني. انت تستاهل، انت والست بتاعتك دي الدنيا. الله يخليك. يلا سلام عليكم. احسن امك تعبت بقى، ده انا هروح اتضرب علقه. يلا على مالك. يلا على مالك. يلا تصبح على خير. الاول خير يا حبيبي. لما توصلوا طيب. يلا ماشي. يلا سلام عليكم. مع اقفل يا ابني. يا ما انت كريم يا رب. خد يا حبيبي كده اول حاجه بسرعه، ولا انا ممكن اسرقك دلوقتي؟ ما تضايقش نفسك بقى خلاص. يا حبيبي طب والنبي يعني بالله عليك خلاص بلاش عياط، والله العظيم ربك بسبب الاسباب، وعارفه انك عمرك ما كنت ضعيف ولا حابه ان حد يشوفك كده، بس دول امك وابوك. انت عارفه انا صعبان عليا ان انا ما معيش فلوس. كان كل ما ابويا يكلمني اقول له محتاج فلوس يا حاج ابعت لك، محتاج اي حاجه انت امي ابعت لك. كان معايا وبصرف
ما عملتش حساب النقطه اللي زي دي. ما عملتش حساب لليوم اللي زي دوت. معلش، هو ربنا بس لازم يرث الواحد ارث دي بسيطه الفلوس وحشه بجد. علشان يتعلم. وده امك وابوك مش والله العظيم هيفرقوك. قله الفلوس وحشه بجد. ما هي وحشه وربنا ما ياخد حد من حد. بقالي 25 يوم باكل شطه وبصل شطه وبصل لدرجه ان جالي املاح. يا حبيبي، ما هو برضه ابتلاء انك تاكل شطه تبقى حاميه وتحلي بالبصل تهدي. انا اتكسرت يا منى، اتكسرت قدام ابويا. يا حبيبي قلت ابوك معاش ولا كان اللي يكسرك، والله ده ابوك سندك وظهرك. عارفه وانا صغير كنت قاعد اقول له يا بابا انا عندي عزه نفس، يعني ما تزعلش مني، يعني لو روحي عندك انا مش عايزها، ما بالك بقى لما اتكسر قدام ابويا وانا ما معيش جنيه في جيبي ويعرف ان انا باكل شطه وكمان بحل ببصل. ما هو ربك بسبب والله العظيم الاسباب. انت قلت كده بس، فربنا بيعرفك ان الاب دوت حاجه مش وحشه. 25 يوم وزياده بناكل شطه وبصل. حبيبي الحمد لله في غيرنا اصلا، مش لاقي ولا شطه ولا ومحدش بصل. حاسس بينا. جه اليوم اللي ابويا يشوفني فيه كده اتكسرت يا منى. يا حبيبي معاش ولا كان اللي يكسرك والله العظيم. يا بابا ده ابوك. يا رب ما تعبك حد يا يا رب رب. وجعني غنية بك يا عم نسواك. انت لما يكون عندك بيبي دلوقتي ومحتاج حاجه، مش انت هتبقى عايز هو والله يديك العظيم انت؟ الحاجة مرة محدش بيحس بحد. يا حبيبي مره ومفيش امرر منها خالص والله العظيم. والله العظيم وربنا ما يحط حد فيها، بس هو ربنا حطك فيها أصعب مع إحساس، أصعب إحساس لما تبقى متجوز وفتح بيت وما معكش جنيه في جيبك. معلش انا مش عايز اقولك عشان ما تزعلش، بس الراجل لو شال زباله والله العظيم ما غلط ولا عيب ولا حرام، طالما بالحلال ربك بيزيدك. بص يا منى، أنا هنزل دلوقتي أدور على أي شغلانة، حتى لو ألم زبالة ولا أشيل بلاستيك ولا أعمل أي حاجة، بس أنا مش هقعد في البيت تاني من النهارده. أنا لازم أنزل أشتغل واجيب اي جنيه. انت دور على شغل واشتغل، وان شاء الله ربنا يكرمك ونعمل زياره لمامتك ولباباك ويعرف ان انت انا مش داخل البيت ده تاني غير لما ربنا يكرمني بشغلانه ويبقى معايا فلوس واعرف اصرف عليكي وعلى بيتي يا منى. يا حبيبي ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اسلام هو صحيح ماشي، البنت لازم تصون جوزها وكل حاجه، بس الراجل مهما كان لو نزل لم زباله مش عيب ولا حرام، ولا حد هيقول له انت بتعمل ايه، وما يخليش بيته محتاج، وربنا يجعل كل زوج بزوجه صالحه وتستحمله. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، هل اللي عمله ابويا وامي ده صح ولا غلط؟ يعني يرضيكوا لما شافوني وانا باكل شطه وبحل ببصل انا ومراتي الغلبانه دي؟ هل اللي ابويا وامي عملوه ده صح ولا غلط؟ ولما قالوا لنا ان احنا سمعنا ان انت بتاكل شطه وبصل، هم صح ولا غلط؟ يا جماعه انا عجز لساني عن التعبير وسايب لكم انتوا الراي، اللي هم عملوه ده صح ولا غلط؟ وانا بقول لكم رساله يا جماعه، يا رب ما تحوج حد لحد، يا رب يا رب ما تحوج حد لحد. امين يا رب. الحوجه وحشه وقله الفلوس وحشه آمين بجد بجد يا جماعه. يعني انا فرحت جدا في القصه، ويا رب تكون القصه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان توصل لكل الناس. ورسالتنا في القصه دي، يا رب ما تحوج حد لحد، وجعلنا غنيا بك عمن سواك. امين. سمع.